مشاهدين سيدي مستار، رجعنا معكم لنكمل فقراتنا المنوعة والمميزة. دائما من خلال صباحك يا بلادي نذهب إلى كل الشؤون، سواء كانت اجتماعية، تربوية، علمية، ثقافية. اليوم نتحدث عن مدرسة وكلية علمية إسلامية يعني عاصرت الأردن منذ التاريخ بقيمها، بأخلاقها، برسالتها النبيلة اللي فعلا استهدفت كل الأجيال. بدي أرحب بضيفتنا سهى أدلبي، مديرة مدرسة الكلية العلمية الإسلامية البنات اللي بها، وأيضا المدرسة أمل حطيني، معلمة تربية رياضية ونشمية رائعة اسمها ليان أبو حويلة، طالبة أيضا ومشاركة في العديد من الفعاليات. بدي أرحب بداية بمديرة مدرسة الكلية العلمية الإسلامية للبنات بها الفاضلة سهى أدلبي. صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيكم، وأهلا وسهلا أيضا الفاضلة أمل حطني، وأهلا وسهلا بالنشمية. صباح الخير. صباح الخير. يعني ستي اليوم احنا نحتفل في ذكرى السبعين للكلية العلمية الإسلامية. هذا الصرح التربوي، هذا الصرح العلمي الثقافي اللي خرج أجيال، خرج وزراء، خرج مهندسين، خرج أطباء، خرج مذيعين، خرج كفاءات أردنية. تميز هذا الصرح كما تتميز العملية التربوية في الأردن، لكن الكلية العلمية الإسلامية لها يمكن ميزة خاصة. ما في واحد بالأردن ما بيعرف الكلية العلمية الإسلامية، يعني من الأطفال حتى الكبار، حتى كبار العمر الشباب بيعرف الكلية العلمية الإسلامية. عرفنا عنها قيمها ثابتة، عرفنا عنها انها رسالتها واضحة. اليوم بنحتفل نهجها اليوم، كيف نهج كل يوم تغير، تطور مع تطور العولمة والعلم الحديث، كيف نهج كل يوم؟ يعطيكم العافية ونشكركم على استضافتنا بهذا اليوم الجميل بهذه القناة الجميلة. بالنسبة للكلية العلمية الإسلامية يعني كنا بنفتخر بصرح علمي وصرح تربوي موجود في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هذا الصرح درس فيه يكفينا أنه درس فيه جلالة الملك عبد الله الثاني، الأمراء درسوا فيه، الوزراء درسوا فيه، عدد كبير من رجالات المجتمع درسوا في الكلية العلمية الإسلامية. شرفنا في هذا المكان أنه هذا المكان هو هدية للمجتمع. هذا المكان هو صرح علمي يقدم العلم، يقدم المعرفة، يقدم الشخص المتوازن للمجتمع الأردني إن شاء الله وللعالم كله. بالنسبة للكلية العلمية الإسلامية هي مدرسة قديمة ولها تاريخ عريق، وبنفس الوقت هي تواكب التكنولوجيا وتواكب العلم الحديث وتواكب جميع المجالات التربوية الحديثة من خلال دورات تدريبية، من خلال اطلاعنا على العالم، فبالتالي نقل هذه الخبرة لطالباتنا. جميل جدا. يعني الكلية العلمية الإسلامية كما معروف عنها أنها يعني قيمها ثابتة. نعم. ما بتغير النهج. حاولتم تطوروا بالمخرجات التعليمية للطلبة، تواكبوا التكنولوجيا، الحواسيب اليوم، يمكن حتى في طرق جديدة للتعليم، واكبتوها ككلية علمية إسلامية؟ الكلية العلمية الإسلامية بفضل إدارتها الحكيمة وبفضل القائمين عليها من جمعية الثقافة الإسلامية ومن الإدارة العامة في الكلية بتسعى دائما لتطوير المعلم، تسعى باعتبار أن المعلم هو الأساس في العملية التربوية وتطوير الكادر الإداري. نحن الحمد لله حاليا عم نشتغل على دورات تدريبية عم نتلقاها كعاملين في الكلية العلمية الإسلامية، وبالتالي عم نزرعها ونعطيها لطالباتنا داخل الغرفة الصفية. بالنسبة للتكنولوجيا والمواكبة التكنولوجيا، هذا صار حاجة ملحة في مجتمعنا الأردني، ولكن هي أساس في مدرسة الكلية العلمية الإسلامية نواكب كل ما هو جديد من النواحي التطور في الحواسيب. أدخلنا الانتر اكتيف بورد للصفوف جميعها، أدخلنا التابلت في الصفوف لمدارسنا، يعني بنحاول نطور فيها في جميع المجالات اللي بتتعلق في التكنولوجيا. دائما يقال التربية قبل التعليم. نعم. ودائما شعارنا في الأردن كوزارة التربية والتعليم أنه لازم تكون المدرسة أو الكلية أو حتى الجامعة فيها السياق النفسي التربوي. بتشتغلوا على هذا النهج التربوي، نهج تهذيب نفس الطالب، نهج ترسيخ قيم الوطن وحب الوطن وقيم العطاء، قيم الابتكار.
بالنسبة لنا في عنا منظومة قيم كاملة عم نشتغلها من الصف الكي جي 1 للصف الثاني ثانوي في جميع البرامج الموجودة داخل الكلية. منظومة القيم يتلقى الطالب مجموعة من القيم خلال العام الدراسي، بتم عمل أنشطة، هذه الأنشطة تدعم هذه المنظومة. المنظومة أصبحت تسير بالمسار المتوازي مع التعليم. يعني حاليا ما بتقدر بس تعطي تعليم، لازم تعطي منظومة، لازم تنمي شخصية، لأنه في النهاية يعني مدرسة زي كلية يجب أنه يطلع منها رجالات، ويجب أنه يطلع منها للمجتمع المحلي يطلع مخرجات إن شاء الله تلبي هذا الغرض. ومن هون نحن أنشطتنا ترتبط بجميع المناسبات، سواء كانت وطنية، سواء كانت ثقافية، سواء كانت اجتماعية، نحن بنآمن إنه الأنشطة هي التي تثقل شخصية الطالب. بدأتي معلمة ثم وصلتي إلى مديرة؟ نعم، بدأت معلمة ومن ثم مساعدة ومن ثم مديرة إن شاء الله يا رب، من الأعلى إلى أعلى. بدي أنتقل إلى معلمة في الكلية العلمية الإسلامية، سيدة أمل يعني حطيني بدون مجاملة وبدون أي يعني عشان المديرة قاعدة تجربتك في الكلية العلمية الإسلامية كمدرسة، كيف لمستي هذه التجربة؟ كيف النظام في الكلية العلمية الإسلامية؟ صحيح ما يقال إنها شوي يعني شديدة المدرسة، ولا إنه شدة واتزان، ولا يعني كيف بتقيمي عملك في الكلية العلمية الإسلامية؟ كيف بتطبقي رسالتك كمعلمة؟ أكيد المدرسة هي العنوان، لأنه إذا كان في انتماء كان في عطاء. الانتماء إلى المدرسة والصرح بخلينا نشتغل على عطاء وعلى طاقة لا تنتهي في التعليم في كل المجالات. صحيح. كيف بتقيمي تجربتك في الكلية العلمية الإسلامية؟ صباح الخير. صباح الخير. هلا كثير انا بعتز بوجودي وكوني موجوده في الكليه العلميه الاسلاميه اللي هي السنه العاشره، كثير مبسوطه فيها. بالنسبه للنظام والشده اللي بالكليه، لا هو النظام ماشي صح، معروف شو مطلوب منك كمعلم، معروف شو مطلوب مني بأديه، بكون العمل رائع وبكون مرضي كثير عنه. الانشطه اللي بنعملها او بعتبر مدرستي داعمه للنشاط. كثير بتحب الأنشطة، كثير بنحب نعمل نشاط ونتميز بنشاطنا. بهمنا كثير أولا الطالب بالنشاط، قد ايه بنشتغل في الطالب، قد ايه ممكن أغير في الطالب، شو ممكن ينتج معي مع هذا الطالب بعد هذا النشاط. جميل. يعني أحيانا وأنا بتذكر وأنا شاب في المدرسة لما كانت تيجي حصة الرياضة، يعني هي حصة القعدة زي ما بيحكوها، كيف عندكم الكلية العلمية الإسلامية حصة الرياضة؟ شو أهدافها حصة الرياضة؟ احنا حصة الرياضة عندنا من الحصص الوحيدة اللي لازم ما تروح. جميل. وإذا راحت تعوض. يعني زمان كنا نقول يا حصة الرياضة يا حصة نشاط تعتبروها. لا هي حصة الرياضة فعلا إنه حصص مميزة عندنا. واللي خلاني أشتغل في نشاطات، في تمارين طبعا. اللي خلاني أنا أتركز في المدرسة كمدرسة إنه فيها أنشطة وفيها شغل. يعني فيني أعمل فرق، أشارك بالفرق، أجيب مراكز. يعني قبل كم يوم جبنا مركز أول دورة الأمير فيصل كرة يد. جميل. يعني بنشتغل على ألعاب جماعية، ألعاب فردية، بنطلع بنات من هم صغار من خامس سادس بضلها معي للتوجيهي. جميل. بتشارك معي في كل البطولات. جميل. يعني حصة الرياضة من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة يتم استغلالها، يتم يعني بدك تقول بمعدل 90%. 90% طبعا. 10% وين بيروحوا هذول؟ هل 10% انه هي تعبانه مريضه حكي العادي. طيب خلينا نروح للنجميه ليان ابو حويله، الطالبه النجميه اللي منوره استوديو 7 ستار وصباحك بلادي. ليان، يعني كيف بتشوفي وجودك في الكليه العلميه الاسلاميه؟ كيف بتشوفي المدرسه؟ مبسوطه فيها؟ تتعلمي فيها كل يوم شيء جديد ولا كيف؟ انا كثير مبسوطه في الكليه العلميه الاسلاميه ومفتخر انه انا فيها. كثير بنتلقى تعليمات حلوه وبنستمتع طبعا بحصه الرياضه وباقي الحصص. طيب من اي عمر انت فيها يعني؟ انا من الكي جي 1 هون. كي جي 1 بلشتي معه، اليوم اي صف انت؟ خامس. ما شاء الله. يعني مبدا الاستمراريه في الطلبه اللي بفوت الكليه العلميه الاسلاميه ما بيطلع. الطلبه والمعلمين والاداريين. جميل. يعني في عندنا معلمات في صار لهم بالكليه 28 سنه. احنا عندنا مبدا لما الانسان يستقر بيقدر يبدع وبيقدر ينجز. يعني زي ما حكت مس امل، انا لما ابلش مع طالبتي من هي بالكي جي 1 بتدريبها للرياضه ما بتوصل للتوجيهي اللي هي قائده فريق، بطلت هي متلقيه للتعليم. فالاستمراريه والديمومه
كثير إلها دور. وفي عنا إشي حلو كمان بالكلية بيميزنا، أسرنا. الأسر اللي حابة أولادها تتعلم، الأسر المعطاءة. عنا كثير تعاون بيننا وبين الأسر. يعني نشاط عنا يوم الجمعة القادم عنا يوم طبي صحي مفتوح. أنا بتمنى الجميع يشاركنا في مدرسة الكلية الإسلامية الجبيعة من الساعة 9 للساعة 12. شو محور النشاط؟ محور النشاط عبارة عن نشاط رياضي. رح نعمل عدة أنشطة رياضية للمجتمع المحلي، جميل. للأمهات وللآباء اللي مشتركين في الطلبة ولا أي حدا مجتمع محلي. بالمقابل في عنا تقريبا 20 طبيب رح يشارك معنا في هذا نحن مسمينه المهرجان إن شاء الله. جميل. في هذا المهرجان الصحي الرياضي، وخاصة أنه كمان مدارسنا مشتركة بالاعتماد الصحي. جميل. طبعا الاعتماد الصحي زي ما حكت مس أمل، نحن في حال راحت علينا حصة رياضة يجب أن نعوضها. ما بصير يروح علينا أي حصة رياضة. هذا بيعطينا كمان قوة صحية، قوة رياضية. يعني الحمد لله نحن بنمشي في جميع المجالات مع الطالب. طيب حلو. أنا راح أحكي عن المهرجان الرياضي اللي يمكن عقد، لكن قبل ما أحكي عن المهرجان الرياضي أنا بشوف أنا في الكلية العلمية الإسلامية، ويمكن اللي مساعدكم نوعية الطلبة، أو أنتم اشتغلتوا عليهم بطريقة صاروا مبادرين، صاروا مبتكرين، بدهم يبرزوا حالهم في النشاط الرياضي، بدهم يبرزوا حالهم يمكن في التفوق العلمي. عندكم سياسة يعني خليني بديش أقول يمكن عقاب، لكن سياسة الثواب لهالطلبة المتميزين، الطلبة اللي بيأدوا الرسالة. يعني بيجي المدرسة بيقول له شكرا، هي أنت متميز، أنت عشان إحنا يعني نسوي تحفيز للطلبة الآخرين. يمكن أنا بدي أقولها، إحنا للأسف في بعض المدارس بدون سواء خاص أو حكومة بينظروا إلى الهدف المالي في البداية، إنه أخذ أنا هالقسط أدرسه، وقد البعض يتهم البعض أنها نجاح تلقائي. كيف تشتغلوا على هذه الثقافة اللي هي ثقافة إنه أنا أحفز الطلبة، إني أنا أشتغل على الطلبة، إني أحببهم في المدرسة، إني أخلق روح التنافس العلمي؟ قبل ما بدك تشتغل على الطلبة بدك تشتغل على الحافز المقدم للمعلم. جميل. يعني نحن عندنا نظام حوافز مقدم للمعلمين اللي بيحرزوا طلابهم المركز الأول أو المراكز الأولى. هذا الحافز عند المعلم نقله للطالب، فبالتالي الطالب أخذ هذا الحافز. الخطوة الثانية الطالب المتفوق كمان أخذ خطوة إيجابية، انه يحصل على منح دراسيه، مو بس تقدير شكرا وكتاب شكر، لا هو يحصل على منح دراسيه. هذه المنح مقدمه حسب قد ايه مشاركته واستمراريته في هذا. يعني عندكم الثقافه شغالين عليها. لازم. طيب خلينا ننتقل للمهرجان الرياضي الاول اللي عقدته وبجهود كبيره وجهود من الكليه. كيف كان المهرجان؟ اللي شاركوا بالمهرجان، يعني محاور المهرجان وبرامجه. هلا انطلب منا في البدايه الفصل الاول نعمل كمعلمه مشروع، كل معلمه او معلم يعمل مشروع. فاول فكره بادرت لي وخطرت لي انه اعمل مشروع مهرجان رياضي. جميل. هلا هذا المهرجان بنشغل عاده على مستوى وزاره، مجموعه مدارس تجتمع بتعمل هذا الشيء اللي عملناه. انا عملته ب 72 طالبه من صف خامس لاول ثانوي. اخذ معي تقريبا 3 أشهر شغل لحتى طلع بهذه اللوحه اللي شفتوها. طلع شيء كثير حلو. الشيء اللي كان كثير صعب انه كلهم 72 بدهم يشتغلوا نفس الحركه، نفس التمرين، على نفس الصوت الموسيقى، على نفس العده، بس الحمد لله رب العالمين بين عندهم شيء كثير كان حلو. البنات اشتغلوا كثير معي، تعبوا كثير معي، بس اخر شيء لما انتجوا عن جد طلع منتج كثير كان رائع. جميل. يعني كان في روح تشاركيه وبث على المواطنه الفاعله. هلا الحلو كانت تمارين، شو كانت التمارين؟ هي عباره عن تمارين رياضيه ايقاعيه. إيقاعية مع الموسيقى. جميل. مصاحبة موسيقى على أغاني وطنية. هو كان عبارة عن 6 تشكيلات رياضية، بلشنا قاطرات، دوائر، صفوف، شعاع، وهرم ومعين. جميل. كانت 6 تشكيلات، وكان في بين التشكيل والثاني موسيقى انتقال. كل تشكيل كان له مجموعة تمارين. البنت كان مطلوب منها تحفظ هدول التمارين. 72 حفظوا نفس التمارين، نفس الوقت، نفس الشغل اشتغلوا وطبقوه في ارض. طبقوه كثير انبسطوا، اهاليهم كثير انبسطوا. نفس عدد الحضور كم كان؟ عدد الحضور الموجودين وقت العرض المهرجان. هلا احنا عرضناه على يومين. اول يوم عرضنا للمدرسه، نزلوا كل طالبات المدرسه. اليوم الثاني ناس من الاداره العامه، اولياء الامور جميعهم اجوا حضروا. جميل. شاركتي في المهرجان؟ شو كانت يعني زي اعمار؟ طالبه ليان بالصف الخامس، هي اصغر صف كان معي.
طبعا كان زيهم هذا التوب وحملناهم بايدهم غربال. جميل. كانت الاداه اللي اشتغلوا فيها هي الغربال. احكي له للاستاذ كيف شاركتي في المهرجان نيان؟ انه اول شيء احنا كيف كنا تدربتي؟ كيف تعبتي بالتدريب؟ كان صعب؟ كيف غلبتكم؟ كان صعب ولا سهل؟ غلبتكم المس؟ احنا لا، كنا قاعدين بنتدرب يعني على المهرجان. كنا يعني نأدي حركاتنا، بس كنا ناخذ شوية جهد يعني. كنا عشان نعرضه قدام الأهالي بصورة حلوة جميل. كان في شراكة مع الجهات المعنية، جهات المجتمع المحلي مع لا برا المدرسة ما كان في، خلص بس إنه طالبات عم بيشتغلوا معي، أهلهم يجوا ياخذوهم بعد التمرين. تأخرنا كذا تجمع بالمدرسة، بعد الساعة 4:30 يجوا ياخذوهم أهلهم. هلا خلال المهرجان نفسه عملنا كمان كم فقرة تانية غير الشيء الرياضي اللي عملته أنا بالضبط. اجانا نادي عرض لنا، عملنا عرض تايكوندو. جميل. كان كثير مرتب، كان رائع. وبشكر الاستاذ اسماعيل ابو نجم ساعدني فيه. وبالنسبه لملابس البنات جبتهم من محل في البلد الصعيدي، ما شاء الله. وعن جد ساعدنا كثير فيهم. والغرابيل ما لقيت غرابيل بالبلد، اضطرينا نفصلهم عند نجار. جميل. فصلناهم عند نجار 75 غربال. ففي شوي ناس ساعدوني الحمد لله رب العالمين، لو وقفتهم ما قدرت اكمل، كان صعب لحالي. ايش الرساله اللي بتنقلها الكليه العلميه من هذه المهرجانات؟ الرسالة بتنقلها الكلية العلمية الإسلامية من هاي المهرجانات أول شيء حب الوطن والانتماء للوطن، لأنه المناسبة اللي انطرح فيها المهرجان كانت يعني هي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وهاي أحلى انتماء ممكن طالب من خامس لأول ثانوي يشعر فيه. جميل. الانتماء الثاني كانت ذكرى الكرامة. جميل. كمان ربطناه مع ذكرى الكرامة. الهدف الأساسي من هذا العمل التعاون اللي كان بيناتهم، يعني لما أنت تجمع 72 طالب على إيقاع معين، على حركة معينة، على وقت معين، معناته هذا جيل نحن بنقدر نبرمجه على الشيء الصح. صحيح، برمجه صح. ما بدنا نبرمجه على الشيء السلبي، خلينا دائما ما نعطيه الأفكار السلبية، نعطيه الأفكار الإيجابية. شغلة الثانية مثل هيك نشاط بيفتح عند الطالب أفق، انه انا اول شيء بنمي شخصيته. انا واقف امام، يعني اول يوم عملنا العرض امام طالبات المدرسه، كانوا الطالبات خايفين كثير، وكسر هذا الخوف عندهم انه تم اول عرض امام الطالبات. ثاني عرض كان امام الاهالي، كانوا بكل تلقائيه عم يشتغلوه. لو 3-4 مرات هم قدموا هذا الاداء قد ايه نمت بشخصيتهم، ويعكسوا في غيرهم. صحيح. قد ايه نمت. هلا الشغله الثانيه بتنمي العلاقه بين المعلم وبين الطلبه، بين المعلم وبين الإدارة، بين المعلم وبين أي شخص اشتغل معها. يعني أنا كمان ما بدي أنسى فضل مدرس التربية الرياضية الأستاذ محمد فضل، كان له دور كبير كمان بالشراكة مع مس أمل. كان يعني تعاوننا كمدارس حتى ينتج ويطلع معنا هذا العمل الكبير. كان طبعا الفضل الأكبر لست أمل، وخاصة أنه نحن في الكلية الإسلامية بنطلب مشروع من كل معلم، كان هو مشروع مس أمل. جميل. طبعا زي ما الطالب بيسوي مشروع، المعلم بيسوي مشروع يخدم في المدرسة ويخدم في المجتمع. جميل جدا. انتقاء الطلاب كان من نجبيها ولا من كل المدارس؟ هذا العمل لأنه خاص بمشروع مس أمل كان من جبيها، ولكن جميع أنشطتنا نحن بتكون مشتركة، يعني نحن ما عندنا جبيها وجبل عمان. جميل. نحن كل مدارس الكلية وحدة. طبعا اللي ما بيعرف، نحن أول شيء في عنا جمعية الثقافة الإسلامية هي المسؤولة. طبعا الكلية هي في عنا مجلس إدارة، هي مدرسة غير ربحية. مجلس الإدارة هو من يدير المدارس. في عنا بعده بيجي اللي هي الإدارة العامة ممثلة بالمدير العام الدكتورة جمانة أبو حجلة. طبعا هي إنسانة جدا واعية لأهمية الأنشطة، داعمة للأنشطة. يعني أنت كمدير لما الإدارة والجمعية بتساعدك في دعم الأنشطة بيطلع أنشطة كتير. جميل. ونحن عندنا كمان اتجاه ثاني أنا حابة أذكره، اللي هو العمل التطوعي. يعني في طالبة انتقلت عنا قبل 2 حاليا في البرلمان المدرسي عنا في الكلية العلمية الإسلامية، انتقلت لأنه سمعت أنه مدارس الكلية العلمية الإسلامية مدارس بتعمل الأعمال التطوعية،
في عنا أعمال تطوعية مع تقية أم علي، مع مركز الحسين للسرطان، أعمال خيرية، أعمال خيرية تطوعية. تزرع البذرة أنت في الطالب. هلا آخر مشروع عنا يعني أنا بعتبره هذا إن شاء الله تتويج للأعمال إن شاء الله التطوعية. عنا مشروعين، مشروع عن المخدرات مستلمينه طلاب مدرسة البنين. طبعا تعرف هاي الفئة بتهمها هذا الموضوع طبعا كثير، والتوعية كثير مهمة. ومشروع في مدرسة البنات اللي هو المكفوفين، عم نعمل لهم كتب. لقينا انه الكتب الجامعية ما بيقدروا يقرأوها غير مقروءة. الكتب المدرسية معمولة على طريقة بريل، الجامعية لا. أخذنا كتاب الثقافة العسكرية حاليا أنجزناه، طالباتنا طبعوه. طريقة بريل جميل. لا مو عن طريقة بريل، طبعوه بعدين تحول لبرنامج صار مسموع، حطيناه هلا في الجامعات، هو إهداء إن شاء الله للوطن كامل. يعني هذا كله أفكار طالبات. أنا بفتخر فيها الكلية العلمية الإسلامية، ومن أنا صغير بسمع الكلية العلمية الإسلامية. بس الطلبة اللي بيجيبوهم في شروط معينة لأخذ الطلبة ولا مفتوحة المدرسة؟ كيف؟ غالبا طلابنا يستمروا معنا. جميل. يعني بدنا نقول 90% من طلاب الكلية هم أهاليهم درسوا بالكلية، أجدادهم درسوا بالكلية، فهم استمر النهج فحطوا أبنائهم. جميل. بالنسبة للطلاب اللي بنجيب يعني اللي بيجوا عنا من الخارج، نعم في شروط. جميل. في شروط، يعني أهم شرط نحن بالنسبة لنا إنهم يقدروا يواكبوا طالباتنا في الأمور السلوكية، في الأمور الدراسية، في الأمور التربوية. ويعني مدرسة هي مدرسة مجتمع. طيب. نحن بنسميها الكلية العلمية الإسلامية. بما أنها مدرسة مجتمع وأنها مدرسة متميزة، يعني ما حاولتم تنقلوا تجربتكم ممكن بديش أقول للمدارس الحكومية، للمدارس حاولوا أنهم يجوا يستفيدوا من هذه التجربة اللي نموذج تميز، بتركزوا على التربية بداية ثم ننتقل إلى التعليم، يعني للمخدرات رايحين، للرياضة رايحين، للمجتمع الخدمة المجتمعية رايحين، مدرسة ثقافية أنا بعتبرها. ما صار في شراكة بينكم وبين وزارة التربية والتعليم لنقل هاي التجربة لمدارسنا الحكومية؟ طبعا نحن نفتخر بتوأمة عاملينها مع مدرسة أبو نصير الأساسية. جميل. نحن متبنيين هذه المدرسة. السنة الماضية اشتركنا مع مدرسة البنين الجبيهة مع الأستاذ أحمد حمزة وطلابه وطالباتنا. عبارة عن ترميم مدرسة، رممناها كاملة المدرسة، بس ما اشتغلنا بس بنا، اشتغلنا بنا بعدين بلشنا نشتغل على توعية الطالبات. حاليا نحن كمان متبنيين هاي المدرسة باللغة الإنجليزية، عم نعطيهم موارد في اللغة الإنجليزية، سيديات، كتب حتى يقدروا يستفيدوا منها. عم ندعمهم كمان من ناحية الاعتماد الصحي، طلبوا منا توأمة كمان تبنينا هاي المدرسة. نحن المجتمع المحيط إلنا كمان عملنا عندهم محاضرات وبنعمل عندهم شراكات متنوعة جدا. طبعا وزارة التربية والتعليم ما بنستغني عنها، لأنه هي المظلة لكل مدارس المملكة، اللي هي الأساس. والحمد لله شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم قوية جدا في كل المجالات. جميل. يوم الجمعة القادم المهرجان، المهرجان الطبي، المهرجان الطبي الصحي الصحي. رياضي ناويين على شيء قادم؟ رياضي هو فيه من نفسه، في أنشطة رياضية من الساعة 9 للساعة 12. طبعا نحن يمكن كانت نسبة أمل شوي متواضعة في أنشطتنا، الحمد لله على مستوى الوزارة دائما نحرز المراكز الأولى في الألعاب الجماعية وفي الألعاب الفردية. حاليا عندنا مسابقة في ألعاب قوى، معلمتنا وطالباتنا مشاركين. يعني بنحرص على جميع الأنشطة الرياضية إنه نشارك فيها. جميل إن شاء الله يا رب التوفيق. مشاركة في المهرجان الجاي ولا لا؟ احنا قاعدين نتمنى، هم بيتمنوا إن شاء الله تنعرض فقرتنا اللي عملناها بحفل جائزة الملك عبد الله لللياقة البدنية. خليها تتوسط لكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني زي ما فيها واسطة. إذا انعرضت إن شاء الله قدام جلالة الملك والملكة رانيا، كثير بنات حابين إن شاء الله إنها تنعرض. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا قدمنا، رح نقدم CD هلا للوزارة لست ثروت الحديدي، وعلى الاغلب رح تشوف فقره وان شاء الله رح ياخذوها ان شاء الله. انها بتعرض وان شاء الله زودتونا احنا القناه في ماده، صورتونا انتم هناك، ان شاء الله نقدر نعرضها كمان عشان الطلبه واهالي الطلبه يفتخروا في طلبتهم. احنا بنفتخر فيكم، بنفتخر في الكليه العلميه الاسلاميه، صرح تربوي وطني
وطني ذو ركيزة وطنية واضحة، انها بتزرع القيم النبيلة في مجتمعنا الأردني ان شاء الله الى الامام دائما. وان شاء الله احنا دائما معكم ودائما شركاء لكم بما ينعكس على شبابنا وعلى مجتمعنا بالخير. شرفنا حضوركم، شكرا. ان شاء الله من تميز الى تميز. شكرا. مشاهدينا في مصدر، يعني لا حديث بعد حديث ضيوفنا الكرام عن هذا الصرح التربوي، هذا الصرح الثقافي العلمي الاجتماعي. نتمنى لهم التوفيق، وبنتمنى لطلبتنا دائما التميز الثقافي والتربوي والعلمي. فاصل صغير وراجعين.